السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. هنعمل مع بعض النهاردة هنفرز السبانخ. اليومين دول السبانخ حلوة، وده الموسم بتاعها، ودي احلى ايام موجودة فيها السبانخ، فنلحق نفرزها. فتعالوا نشوف طريقتنا. معنا هنا السبانخ، طبعا هننضفها ونشيل اي ورق مش حلو، ومعانا حزمة كزبرة برضو هننضفها ونشيل منها الورق اللي مش حلو، وهنقطعها. اهم حاجة في تقطيع السبانخ نقطعها قطع صغيرة خالص، عشان لما نيجي نعملها ما تبقاش كبيرة في الاكل ويبقى شكلها مش حلو. شايفين بقطعها قطع صغيرة خالص ازاي؟ هنتأكد ان احنا شلنا اي ورق مش حلو. هنبتدي نقطع السبانخ، عايزينها قطع صغيرة خالص زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة نخلي بس بالنا من ايدينا، بس نقطعها على حرف ايدينا بالظبط عشان تطلع قطع صغيرة خالص متبقاش كبيرة. هقطع بقى باقي الكمية كلها ووريكم هنغسلها مع بعض ازاي. كده خلصنا تقطيع الكمية كلها بتاعتنا زي ما احنا شايفين. هننقعها في مية لمدة ربع ساعة. احنا عايزينها تنزل كل الطينة، عشان طبعا هي بتبقى في الارض فبيبقى فيها طينة ومحتاجة تتغسل كويس. شايفين المية كانت عاملة ازاي؟ هنغسلها تاني، نفضل نغسل فيها ونصفيها لحد ما نلاقي المية معانا بقت بيضة خالص. شايفين المية بقى وصلنا لاخر مرحلة، المية بيضة خالص ازاي، مفيش اي تراب مفيش اي حاجة فيها. كده السبانخ معانا اتغسلت وبقت تمام. حطها في مصفى هنسيبها تتصفى كويس. بعد كده بقى تعالوا نشوح مع بعض السبانخ. دي بقى اهم خطوة. هنجيب الحلة بتاعتنا هننزل فيها بالسبانخ وهنشوحها. طبعا السبانخ عشان بتبقى لسه طازة فاحنا نحط كمية، لما نشوفها تهبط كده هنزود باقي كمية السبانخ لحد ما نخلص كمية السبانخ اللي معانا. انا كل ما بلاقيها بتقل بزود لحد ما تخلص كمية السبانخ اللي معايا، وهنشوحها. دي ما بتاخدش 5 دقايق على النار، نشوحها لحد ما تدبل. الخطوة دي بتخلي لها طعم تحفة لما بنيجي نطبخها. ان شاء الله في مرة هنطبخها سوا، هنزلها لكم ان شاء الله زي ما احنا شايفين. طبعا لما نيجي نفضيها في الاكياس نتاكد ان احنا نحطها بمصفى عشان ما نبقاش فيها اي سوائل. زي ما احنا شايفين دي الكميه بتاعتنا. طبعا انت هتقسميها طبعا الوجبات على قد احتياج كل واحد، وعلى قد الكميه اللي انت بتعمليها في الوجبه. كده خلصت وصفتنا. ولو اول مره تشوفوني ياريت تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده من مطبخ ست الكل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.